صباحكم فل. مين ايه يا رب تكونوا بخير حبايبي. او النهارده ان شاء الله كده هنشوف مع بعضنا اجواء رمضان بقى هنا عندنا، وهنشوف بقى مع بعضنا الدنيا ايه فيها ايه، وتطلبونا بقى عشان في مفاجآت كتير هنقدمها مع بعض. كويس. في النغمة اللي فاتت ها؟ انت نزلت السمنة فين؟ لا يا عم عايزينهم ايه؟ تعالى عبد نحولهم نحطهم في الصور. شايف العدسات الجديدة مع وزي ما انتم شايفين كده يعني عامل عروض على حاجات كتير قوي، يعني الرز عليه عرض والسكر عليه عرض، يعني عامل عروض كتير قوي. والبلح عنده بقى اشكال والوان. انا كنت بسأله على البلح عنده بادئ من اول 18 لحد 50 جنيه. زي ما انتم شايفين كده في بلحة سمرا، وفي بلحة بني شوية، وفي بلحة واخدة لونين، وفي بلحة قشرتها خفيفة، وفي بلحة يعني اشكال والوان. بصراحة انا ما كنتش اعرف عنها حاجة، بس السؤال اللي انا سألته اللي هو ايه الفرق ما بين البلحة اللي هي ام 18 وام 50. طبعا هو رد عليا وقال لي ان هي ام 50 ملحمه، ويعني يعتبر ان هي احلى حاجه، يعني هي دي احلى حاجه. طبعا بقى هنا العصاير بقى كلها باشكالها والوانها وانواعها، وده تمر طبيعي. طبعا في ناس غاويه جدا وفي ناس بتحبه جدا جدا، وده دوم. الحاجة كلها موجودة يا جماعة. جو رمضان هنا فوق الرائع هايل بجد. لو حد سألك وقال لك الفرق ما بين البلحة ام 20 والبلحة ام 50، ايه الفرق ما بينهم؟ دي ملحمة أكتر، فيها لحمة أكتر من وناشفة. طيب. وهنا بقى هو حاطط علب طبعا السمنة للي بيبقى عايز يشتري طبعا السمنة سايبة. وهنا طبعا المكسرات بقى اللي هي بالقشر بتاعتها البندق واللوز، كل حاجة موجودة. مكسرات بقشرها ومكسرات من غير قشرها أو على طول جاهزة. وده التين المجفف، ودي علبة تين كبيرة. طبعا اللي حابب ياخد ده بياخد، واللي حابب ده ياخد. هنا العصاير كلها بأشكالها وأنواعها. هنا كيلوهات السمنة، وهنا علب الفاين فودز بقى، والأطعمة بقى اللي هي أطعمة البشاميل والكلام ده كله، والشاي والزيوت بقى بكل أنواعها، كريستال وصاني وسولو، وحاجات كتيرة بقى زي ما انتم شايفين. وسمنة علب اهيت، وعسل أبيض، واللي هو بقى صويا صوص ودبس رمان، واللي هي السمنه الكيلوات فوق، ودي توابل طبعا، وده خل. كل حاجه عنده، يعني تقدري انك انت تعملي احلى شنطه من عنده. زي ما هو هيقول لنا على شنط، على اسعار الشنط هنسمعها. والشنطه بتبدا عنده من 120، يعني في متناول ايد اي حد ان شاء الله. يعني ربنا يا رب يرزقه ويرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب الايام المفترجه اللي احنا فيها دي، وربنا يكبر بخاطرنا جميعا ان شاء الله. رمضان بتبدا من كام؟ وفيها ايه؟ 120. وفيها ايه ال 120؟ دي متكونه من كيلو رز، كيلو سكر، ازازه زيت، لتر، كيلو مكرونه، نص كيلو عدس،
ونص كيلو فاصوليا و2 ملح، دي عامله 160. وفي حاجه عامله 160 برضه، كيلو رز وكيلو سكر وكيلو علبه سمنه، كيلو و2 كيس مكرونه وكيلو بلح ناشف ونص كيلو عدس اصفر. وفي حاجه عامله 220 عامله 2 كيلو رز وكيلو سكر وباكو شاي 8 كيلو وجاز الزيت لتر وعلبه وكيس سمنه نص كيلو و2 كيس مكرونه وكيس شعريه وربع كيلو عدس وربع كيلو فاصوليا وربع كيلو لوبيا و2 كيس ملح ونص كيلو بلح. وفي حاجه عامله 120 عامله كيلو رز وكيلو سكر و3 مكرونه وربع لوبيا وربع فاصوليا وازازه زيت 700 و2 كيس ملح، دي عامله 120 جنيه. وفي طبعا احنا بنعمل على حسب رغبه الزبون، يعني في زبون عايز يشيل حاجه يحط حاجه على حسب ما الزبون محتاج. تمام. الله يوسع عليك يا رب ويرزقك رب العالمين. صايمة. ودي الحاجة اللي احنا جبناها. انا جبت مشمشية وجبت قمر الدين وجبت قراصي اهيت، بعد بقى منزل بالليل واكمل تاني. وجبت تين مجفف وجبت السوداني وجبت عين جمل وجبت الصوبيا بتاعته جميلة 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 بجد، ريحتها فواحة وحلوة قوي قوي قوي، تحسيها حاجة كده متكلفة. وجبت السوداني تاني وجبنا كاجو وجبنا فستق، وده بقى لون اخضر عشان خاطر ايه، لون اخضر طبيعي جبناه، هنعمل بيه حاجات مع بعضنا وهنشوف ايه. وبرضو انتظروا عشان في مفاجآت تانية كتير.